عمرك سألت نفسك ليه ساعات بنبقى متحمسين قوي نعمل حاجة وساعات لأ؟ السر كله في جزيء صغير اسمه الدوبامين. الدوبامين مش بس هرمون السعادة، لأ، ده هرمون التحفيز والتوقع. هو اللي بيخليك تقوم من سريرك الصبح عشان تحقق أهدافك. إزاي الدوبامين بيتحكم في قراراتنا وإزاي نقدر نستخدمه صح عشان نزود نجاحنا؟ المخ بتاعنا شغال بنظام معقد جدا. لما بتعمل أي حاجة المخ بيعتبرها مفيدة، الدوبامين بيطلع. اللحظة اللي بتحس فيها إنك هتنجح، الدوبامين بيطلع قبل ما توصل للهدف. الإحساس ده هو اللي بيخلينا ندور على الإنجاز وبيزود من اتخاذ القرارات الإيجابية. العلماء اكتشفوا إن الدوبامين مش بس مرتبط بالسعادة بعد الإنجاز، لأ، هو اللي بيحركنا في الأول عشان نبدأ. ده بيساعدنا نفهم ليه ساعات بنأجل حاجات مهمة. المخ بيحسب التكلفة الدوبامينية. لو المهمة صعبة ومكافأتها بعيدة، الدوبامين بيبقى قليل فبنكسل. النجاح الحقيقي مبني على الدوبامين اللي بنسميه الدوبامين طويل الأجل، وده بيجي من الأنشطة اللي فيها مجهود مستمر وبناء، زي المذاكرة الصعبة، التمارين الرياضية أو تطوير مهارة جديدة. المشكلة بتظهر لما بنعتمد على الدوبامين السريع، زي السوشيال ميديا، الأكل السريع أو حتى التسوق المفرط. الأنشطة دي بتدي مكافأة فورية بكمية دوبامين كبيرة جدا، لكنها بتخلص بسرعة وبتخلي المخ يتعود على الجرعات العالية. ده بيؤدي لحاجة اسمها إجهاد الدوبامين أو دوبامين فاتيج. لما الدوبامين بيتعب مفيش حاجة تانية بتثير حماسك، ساعتها الحاجات المهمة زي الشغل أو الدراسة بتبقى مملة جدا. أول خطوة للتحكم في الدوبامين هي إنك تعمل ديتوكس دوبامين، يعني تقلل أو توقف مصادر الدوبامين السريع لفترة قصيرة، وده بيخلي مخك يرجع حساس تاني للمكافآت الطبيعية. ثانياً، طبق قاعدة ال10 دقايق. لو عندك مهمة بتأجلها، قرر إنك هتبدأ فيها لمدة 10 دقايق بس. غالباً بعد ما ال10 دقايق تخلص هتحس بالدوبامين وهيخليك تكمل، لأن الدوبامين بيحب الإنجاز الصغير اللي بيتحول لإنجاز كبير. ثالثاً، ربط المكافأة بالجهد. لو بتحب تتفرج على فيلم، خليه مكافأة ليك بعد ما تخلص شغلك. المخ بيتعلم إن الإحساس الحلو مش بيجي ببلاش. رابعاً، الحركة والرياضة. من أقوى محفزات الدوبامين الطبيعية. التمارين بتزود إفراز الدوبامين والنور إبنفرين اللي بيحسن التركيز. حتى 15 دقيقة مشي ممكن تفرق في قراراتك باقي اليوم. خامساً، تقسيم الأهداف الكبيرة لأهداف صغيرة جداً. لما المخ بيحقق هدف صغير بيحس بانتصار وبيدي جرعة دوبامين بسيطة. الجرعات دي بتفضل تحفزك إنك تكمل لغاية ما توصل للهدف النهائي. على فكرة، النوم كمان بيلعب دور حيوي. المخ بيحتاج وقت عشان يعيد ضبط مستقبلات الدوبامين. قلة النوم بتخليك تدور على الدوبامين السريع أكتر. الدوبامين هو عملة التحفيز في المخ. إزاي بتصرف العملة دي؟ في مكافآت سريعة ولا في بناء مستقبلك؟ لما بتتحكم في الدوبامين بتتحكم في قراراتك، وبالتالي بتتحكم في نسبة نجاحك في الحياة. فكر في كل قرار بتعمله، هل ده هيساعدني على المدى الطويل؟ لو الإجابة مخك هيتكيف وهيبدأ يطلب المهام الصعبة دي. ما تقارنش نفسك بحد تاني، كل واحد عنده مستوى دوبامين مختلف. ركز على تحسين نظامك الداخلي وإزاي تعمل تحفيز ذاتي. جرب إنك تبدأ يومك بنشاط صعب مش سهل. الإنجاز الصباحي ده هيدي دفعة دوبامين قوية ومستدامة. ابعد عن الإشعارات الإلكترونية اللي بتشتتك، كل نوتيفيكيشن بتسرق جزء من قدرتك على التركيز. اوعى تخلي الدوبامين يتحكم فيك، انت اللي تتحكم فيه. استخدمه كأداة للتحفيز مش كمادة للإدمان. المخ بيحب الروتين اللي بيوصل لمكافأة. اكتب يومياً 3 حاجات عايز تعملها وابدأ بالأصعب. كمان خلي بالك من نظامك الغذائي. الأكل اللي فيه تيروزين زي اللحوم والمكسرات بيساعد في إنتاج الدوبامين، لكن السكر بيعمل زيادة مفاجئة وبعدها انهيار. افهم إزاي كيمياء المخ شغالة عشان تقدر تدير حياتك صح. لو حسيت إنك كسلت، تذكر المكافأة اللي مستنياك في الآخر. التحكم في الدوبامين هو مفتاح التحفيز المستدام والنجاح طويل الأمد. ابدأ النهاردة وخد أول قرار إيجابي هيحسن من مستوى حياتك. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وشاركنا في التعليقات إيه أول خطوة هتاخدها عشان تظبط الدوبامين عندك. وشوف الفيديوهات دي كمان هتساعدك في تطوير نفسك.